اخطر شيء عمله الشيطان النهارده انه قسم البشر الى نوعين. النوع الاولاني هو بوعي جمعي واعي، والنوع التاني وعي جمعي غير واعي. فاحنا بقينا دلوقتي عاملين زي القرود، والله بتكلم بجد. الجيل الأكثر وعيا، الجيل الأكثر حكمة، فالجيل الأكثر وعيا جاي من مرحلة من مراحل التقليد، عمالين يقلدوا. أنا في علم اسمه الترددات ده، أنا كنت متكلمة فيه في كورس إعداد كوتشنج الفطر. الكورس ده هو أصلا الأول من نوع في العالم العربي كله. طيب لما أنا كنت بتكلم فيه بتكلم عن قوة اللفظ. يعني مثلا انا لما اقول ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ لئن شكرتم لازيدنكم، الشكر لله. كلمه الشكر نفسها، الالف لام شيء، كل حرف فيهم بيعمل لك ترددات جوه جسمك. وايه واتكلمت عن الموضوع ده. لا، كل حاجه دلوقتي بالوعي الجديد يشيل كلمه شكر ويقول لك حط كلمه امتنان. انتوا مش متخيلين كل حاجه عايزين يعملوا ليها بديل وخلاص. المهم ان انت تبعدي وتنفصلي بطريقه موجهه عن اصل دينك. مقصود ان الشعب ده، او مقصود ان الجيل ده، او مقصود ان الناس دي تبقى حاجه من الاتنين. يا اما تبقى مغيبه لدرجه التفاهه السطحيه العبط الهبل اللي تقعد تقولي ايه اللي حصل في الدنيا ده، او تبقى موجهه للوعي العالي عالي عالي. القصه وما فيها. القصه بتقول ان الاصل ان انت تزدادي ترددات، تزدادي طاقه، تزدادي وعي، تزدادي حكمه، ولكن بالله سبحانه وتعالى. الحاجه اللي ملهاش اصل في ديننا ما تعملهاش. خدوها من ربنا سبحانه وتعالى واستعينوا بالله في الايام اللي احنا فيها دي. فرماتي بقى، شوف انت يوصل لك ايه من العلوم دي. احذروا من الوعي الجمعي ده، لان والله العظيم اخطر ما في الكون. تامل نعمه من نعم ربنا علينا في الارض. تامل هو برمجه للعقل رهيبه. مستحيل حد يقدر يوجه حد مع ربنا، ومع ربنا مش بس بلسانه، مع ربنا في قلبه.